اهلا وسهلا متابعي قناة نورسين شانيل، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم واحد المقيله ديال الكروفيت بمطيشه. صراحه الله كي تجي يا سلام، وبنينه بنينه ما تشبعوش منا. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وقبل ذلك ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وايضا ما تنسوش تخلي لي لايك وكومنتير زوين. وهيا نبدأ على بركة الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجو هنايا الكروفيت الكمية اللي عندكم. هنايا استعملت مطيشة من بعد ما طحنتها، من الاحسن صراحة حكوها محكوكه كتجي افضل وافضل. المهم انا استعملت هنايا مطيشة من بعد ما طحنتها. المهم كتبقى على حسب الكمية اللي عندكم. بالنسبة للتوابل استعملت هنايا الثومه، الهريسه، الملحه، الكمون، شويه ديال الابزار والتحميره. استعملت شويه ديال الزعتر، وهنايا عندي شويه ديال الربيع، وهنايا عندي الزيت نباتي استعملت واحد ربع كاس وصافي. هنايا استعملت نسيت ما قلت لكم شي واحد ملعقه كبيره ديال صلصه الطماطم. بالنسبه هنايا جبت واحد المقيله وضعت اول حاجه الزيت، من موراها وضعت الثومه، شحرت مزيان داك التويمه مع ديك الزيت حتى داك الثومه كتطلق البنه ديالها مع ديك الزيت كيتجانسونا مع بعضهم. وهنايا وضعت داك مطيشه من بعد ما طحنتها. نقول لكم نتوما من الاحسن حكوها كتجي افضل وافضل بكثير من مطحونه. دابا غادي نضيف داك التوابل اللي ديجا قلت لكم، الابزار، التحميره، الهريسه، الكمون والملحه. بهذا الشكل هذا كنخلط المكونات مع بعضيتهم. ها نتوما خليتيها تغلى مزيان على هذا الشكل هذا. من بعد كنضيف له ديك المعلقه كبيره ديال صلصه الطماطم، غير باش صراحه كتعطي واحد المذاق مزيون، حتى اللون كتزيد تعطيه مزيون وكتخثر المطيشه ديالنا. وهنايا ضفت الزعتر. الزعتر صراحه الله كيعطي واحد المذاق كيتواتى مع الكروفيت ومطيشه. المهم الزعتر صراحه الله صحي وكيتواتى مع جميع الاطباق. صافي هنايا ضفت هنايا الربيع
ونتا الاخر عاد ضفت الكروفيت هاد دغيا كيطيب، عاد ضفتو حتى الاخر خليه يطيب. هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابنا داك الكروفيت وتشربتنا داك مطيشه ديك الملياله وصافي. هذا هو الشكل النهائي ديال المقيله ديال اليوم. نتمنى تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وايضا ما تنسوش تخلوا لي لايك وكومنتير زوين. وشكرا على حسن المتابعه ديالكم، الى اللقاء.